لو بتلعب اللعبة دي قبل ما تنام ممكن تكون بتسجل حرفيا من غير ما تعرف. ناس كتيرة بدأت تلاحظ إن لعبة مشهورة بتستهلك من البطارية حتى كمان بعد ما تقفلها، والأغرب في ملفات اللوج بتقول إنها بتستخدم المايك والكاميرا. خبراء السايبر سيكيورتي لما جم يحللوا الموضوع لقيوا إن التسجيلات دي بتروح لسيرفرات مش معروفة. طب حاجة زي كده أأمن نفسي بيها إزاي؟ بكل بساطة ما تديش الأكسس الكامل لتليفونك. طب اللي هو ايه هو الاكسس الكامل؟ الاكسس الكامل اللي هو صورك، تسجيلاتك، الملفات اللي على تليفونك، وكمان ما توصلش للكول لوجز وانت مش واخد بالك. طيب يعني اعمل ايه؟ شوف البرنامج هيشتغل ازاي، او اللعبة قصدي هتشتغل ازاي. اللعبة هتشتغل بكل بساطة لما تفعل بس ان يبقى ليها ملف جوه. ما هي اللعبة لما انت بتلعب وبتوصل لليفلز عالية هي بتسجل كل الكلام ده عشان لما تقفل اللعبة وتيجي تفتحها بعدين تلاقي نفسك على نفس الليفل، ما تبقاش راجع من الصفر. يعني بكل بساطة لا تدي اكسس للصور ولا الريكورد اللي عندك ولا المكالمات اللي عندك. بس الغريب مش في اللعبة دي، الغريب في الشركة اللي عملتها، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة